بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موسوعة تراخيص المرور، بنهتم فيه بالرد على أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت للقناة في خلال الأسبوع. لو المحتوى يهمك، لو ليك سؤال في تراخيص المرور، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. أنا كان معايا رخصة مهنية درجة ثالثة، استغنيت عنها وسلمتها وطلعت رخصة خاصة. عايزة دلوقتي اطلع رخصة المهنية الدرجة الثالثة تاني، فايه الاجراءات المتبع وفي اختبار تاني ولا لا؟ فبنقول حضرتك كان معاكي رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة، استبدلتيها برخصة خاصة، تمام؟ لما بتيجي بعد كده ترجعي المهنية الدرجة الثالثة تاني، مفيش اختبار في القيادة. يبقى اول حاجة مفيش اختبار في القيادة. طيب الاجراءات اللي بتتم ايه، والاجراءات اللي بتعملها ايه عشان ترجع رخصة المهنية الدرجة الثالثة تاني؟ اول حاجه بتكشف كوميسيون طبي، وده بيكون عن طريق المرور. بتحددي جلسه الكشف عن طريق المجلس الطبي العام للمحافظه بتاعتك، صوره من البطاقه، بطاقه الرقم القومي، 2 صوره شخصيه. موظف المرور بيحدد لك جلسه الكشف الطبي في المجلس الطبي العام لتجديد رخصه القياده الثالثه. يبقى حضرتك كان معاكي ثالثه قديمه، اول حاجه بتعمليها بتكشفي الكوميسيون، بتعملي فيشو تشبيه، والفيشو التشبيه دوت بيكون موجه للمرور لتجديد رخصه ثالثه. الكوميسيون جه المرور معاك الفيشو التشبيه، تعملي شهاده مخالفات للرخصه الخاصه، تسلمي الرخصه الخاصه مع شهاده المخالفات، نموذج 256 مرور وصوره البطاقه. الكوميسيون الطبي ورد للمرور، بنجيب ملف الرخصه الخاصه القديمه ونعمل مكانه ملف درجه ثالثه تاني، نسلم الورق ده كله في ملف الرخصه القديمه، شهاده المخالفات الرخصه الخاصه القديمه، شهاده المخالفات الكوميسيون، والفيشو التشبيه. والمرور بيديك شهادتين بيانات زي ما قلنا قبل كده، واحده للتامينات الاجتماعيه، واحده للنقابه العماليه. تساوي تامينات الرخصه المهنيه تساوي اشتراكات النقابه العماليه، بتاخدي رخصه مهنيه درجه ثالثه. طبعا كل حاجه موجوده في الملف القديم. المؤهل الدراسي، الاختبار الفني في القيادة قبل كده. يبقى عشان استرد الرخصة المهنية تاني، نفس الإجراءات استخراجها لأول مرة ما عدا الاختبار الفني. يبقى مفيش اختبار فني لما باجي أرجع الرخصة المهنية لأصلها تاني. شهادة التأمينات بتتعمل قبل الكوميسيون الطبي ولا بعد الكوميسيون الطبي؟ فبنقول حضرتك الأول بتكشف كوميسيون طبي أو بالمجلس الطبي العام، بتكشف ليه تجديد الرخصة أو لاستخراج الرخصة المهنية. ثبت بعد كده اللياقة الطبية للحصول أو لتجديد الرخصة، المرور بيديلك شهادة بيانات التأمينات عشان تساوي تأمينات الرخصة المهنية. يبقى شهادة البيانات بتاعة التأمينات باخدها بعد ما بكشف الكوميسيون، وتطلع النتيجة لتجديد أو للحصول على رخصة قيادة مهنية. يبقى الأول بكشف الكوميسيون، بعد نتيجة الكوميسيون باخد شهادتين بيانات تأمينات ونقابة، اساوي تأمينات النقابه وارجع اخلص الرخصه بعد كده. انما ما باخدش شهاده البيانات قبل ما اعمل كوميسيون. دلوقتي انا خلصت الخدمه العسكريه 2021، كنت مجند في الشرطه المدنيه، عاوز اطلع رخصه خاصه ومعايا شهاده بيانات. فبنقول حضرتك معاك شهاده بيانات لرخصه القياده الشرطيه، وبالتالي بتقدر تطلع رخصه مكانها. نوع الرخصه ايه؟ ثالثه خاصه، دي انت اللي تحددها على حسب احتياجك للرخصه. يبقى انت مش مجبر تطلع رخصة ثالثة، انت عاوز تطلع رخصة خاصة براحتك، انت بتخير. عاوز تعمل ثالثة بتعمل رخصة ثالثة مكان الشرطة، عاوز تعمل رخصة خاصة براحتك، دي ترجع لك انت. انما في جميع الاحوال سواء هتعمل رخصة خاصة هتعمل رخصة ثالثة، بتعفى من الاختبار الفني في القيادة. يبقى بسلم شهادة بيانات لرخصة الشرطة، بطلع رخصة مهنية أو رخصة خاصة بدون الاختبار الفني في القيادة. وده اللي بتوفره أو بتسهله رخصة القيادة الشرطية والعسكرية، إن أنا بقدر أطلع رخصة بدون اختبار فني في القيادة وبدون الاشتراك في مدرسة تعليم القيادة. دلوقتي ممكن أعرف مواعيد التقديم للرخص المهنية إمتى؟ فبنقول الصح المتبع إن المرور فاتح طوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية، وبالتالي في مرورات كتيرة مفتوح ترخيص فيها سواء رخصة قيادة مهنية أو خاصة في أي يوم من أيام الأسبوع. في مرورات تانية عشان الازدحام وعشان كثرة المترددين على المرور، نظمت حضور أو تواجد المواطنين بالمرور، حددت أيام معينة لرخص القيادة المهنية سواء ثالثة تانية أولى
وايام معينه للرخصه الخاصه. فحته يوم معين لرخصه القياده الثالثه او الثانيه او الاولى دي التنظيميه بترجع للمرور. يبقى حضرتك لازم هترجع تسال في المرور بتاعك مواعيد التقديم للرخص امتى. انما في مرات كتيره ما بتحددش تقدم الترخيص بيوم معين، ممكن تروح في اي وقت، سبت حد اثنين اي يوم انت عايزه. انما مرات تانية، المرات الكبيرة نتيجة الضغط ونتيجة الازدحام بتحدد لكل رخصة يوم معين. حضرتك لازم تراجع المرور بتاعك الاول تعرف يوم تقديم للرخصة ايه بالظبط. انا عاوز اغير محل الاقامة، معايا رخصة خاصة من المرور القديم، غيرت محل الاقامة المرور الجديد، كلا وحدتي المرور تبع لإدارة مرور واحدة. يبقى انا دلوقتي نقلت من مكان لمكان داخل نفس المحافظة مش محافظة تانية، ففي مشكلة في التنقل بالسيارة بعد كده، فبنقول الوحدتين المرور القديمة والجديدة طبعا مرور محافظة واحدة، وبالتالي مفيش مشكلة. اتفتح وحدة مرور جديدة في محل إقامتك أو في عاصمة المركز بتاع المحل الإقامة بتاعك، كده كده لما الرخصة بتنتهي هتنقل لوحدة المرور الجديدة بتاعتك. المشكلة كلها بتكمن في إيه؟ بتكمن في نقل القيد أو تغيير محل الإقامة لمحافظة تانية. إنما في نفس المحافظة ده مفيش مشكلة وفقا للمادة 38 من قانون المرور. إنما المشكلة زي ما قلنا لما بكون مغير محل الإقامة من محافظة لمحافظة. في الحالة ديت لازم في خلال 30 يوم من استلام بطاقة الرقم القومي أو من تغيير بطاقة الرقم القومي أكون ناقل للمرور الجديد. يبقى غيرت محل الإقامة، عملت بطاقة مستعجلة للمحافظة الجديدة، في خلال 30 يوم من صدور البطاقة بروح المرور أطلع شهادة بيانات وأنقل محافظتي الجديدة. طيب عدت 30 يوم وما نقلتش رخصة القيادة للمرور الجديد، في الحالة ديت لما بتروح تجيب شهادة بيانات موظف المرور بيبص في البطاقة بيشوف البطاقة عدى عليها 30 يوم ولا لا. البطاقة عدى عليها 30 يوم بيطلع لك شهادة البيانات لنقل القيد، مفيش مشكلة، بس بيكتب عليها كده اهوت ويراعى تطبيق المادة 38 من قانون المرور. مضمون المادة 38 من قانون المرور ديت ايه؟ ان حضرتك طالما عدى عليك 30 يوم او شهر من تغيير البطاقة وما نقلتش قيد الرخصة من المحافظة القديمة للمحافظة الجديدة بتختبر تاني في القيادة. يعني بختبر تاني، بدخل مدرسة تعليم القيادة من تاني، بخش امتحان كمبيوتر وإشارات وسواقة. طيب الحل ايه للموضوع دوت؟ الحل ان حضرتك زي ما قلنا البطاقة لو عدى عليها 30 يوم بتعمل بطاقة جديدة، في خلال ال 30 يوم بتاخد شهادة بيانات وتنقل لمرور المحافظة بتاعتك الجديدة وتاخد رخصة لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة. يبقى لازم انقل في خلال ال 30 يوم من استخراج او من اصدار بطاقة الرقم القومي على العنوان الجديد، والا تعتبر الرخصة ملغاة، وعشان الرخصة ملغاة يبقى لازم اختبر تاني. حاولنا نجاوب على معظم أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت في القناة. لا تنسونا بصالح الدعاء ولا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.